ازيكم يا شباب؟ معاكم كوتش رامي. النهارده هنتكلم في حلقة جديدة. النهارده هنتكلم عن سؤال بيطرحه كتير جدا من الناس، وهو هل فعلا الكارديو بيهدم العضلات؟ الموضوع ده موضوع جدلي ومثير جدا، ومش دايما بنعرف الحقيقة ورا الكلام ده. فلو انت من الناس اللي مهتمة بالتمارين والعضلات وبتحب الكارديو، فخليك مكمل الفيديو ده معايا للآخر، لأننا هنعرف في الفيديو ده الحقيقة العملية وازاي نقدر نوازن ما بين الاتنين. أول حاجة خلينا متفقين إن تمارين الكارديو زي الجري، السباحة، كل دي تمارين هدفها إن هي بتركز على صحة القلب ورفع معدل ضربات القلب، والهدف منها تحسين صحة القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية بتاعتنا. والكارديو مش بس بيساعدنا إن احنا نحرق دهون، ده بل بيساعدنا كمان على زيادة التحمل البدني وزيادة الطاقة بتاعتنا في اليوم بتاعنا. المهم إن الكارديو لو اتعمل بشكل منتظم مع نظام غذائي متوازن، مش بس هيساعدك على إن أنت تقل نسبة دهون، ده بل بالعكس هيساعدك كمان على إن أنت المستوى بتاعك يزيد كمان في رفع الأثقال. طب إيه الحل علشان نقدر نستفيد من الكارديو بدون من إن إحنا نخسر من العضلات بتاعتنا؟ أول حاجة عندنا نسبة الكارديو لتمارين المقاومة. حاول دايما وأنت بتتمرن كارديو، حاول تتمرن كارديو من 3 ل 4 مرات في الأسبوع بمعدل من 20 ل 40 دقيقة بالكتير. وطبعا في نفس الوقت متنساش تحط تمارين المقاومة، لأن تمارين المقاومة بتساعدك على إن أنت تقدر إن أنت تحافظ على الشكل العضلي بتاعك، وفي نفس الوقت متخسرش كمية من العضلات بتاعتك. تاني حاجة عندنا اختيار نوع الكارديو بتاعنا. جربوا استخدموا تمارين زي الهيت تريننج، أو مصطلح بتاعها هاي انتنسيتي انترفنتال تريننج. وطبعا دي يعني مش مصطلحات انا اللي بقولها ومش بروش عليكم بالانجلش، بس هو المصطلح اسمه كده، والمختصر بتاعه اللي هو الهيد ترين. بس انت ممكن عامه تستخدم النوع ده من التدريبات، لان هو بيكون بديل عن ان انت تجري لفترات طويله جدا، والميزه اللي فيه ان هو بيساعدك ان انت تحرق اكبر كميه دهون في وقت قصير جدا. ومن مميزات الهيد تريننج ان هو مش هيستهلك طاقه كتير جدا زي من الطاقه المستخدمه في بناء العضلات بتاعتك. ثالث نقطه عندنا وهي التغذيه المناسبه. ركز دايما على ان انت تتناول كميات مناسبه من البروتين بتاعك، وتمشي على نظام غذائي محسوب السعرات الحراريه بتاعته، لان دي حاجه بتساعدك على الحفاظ على العضلات بتاعتك. رابع نقطه عندنا وهي الراحه والنوم. ما تنساش ان الراحه مهمه جدا لبناء العضلات، فلو انت جسمك مش هيكون واخد الراحه الكافيه، فانسى ان انت توصل للنتيجه اللي انت عايزها، او على الاقل اللي انت بتحلم بيها. يعني ببساطه من الاخر ان التوازن عندنا هو المفتاح ان انت تقدر تبني عضلات كويس. واستخدام الكارديو عمره ابدا ما هيأثر على البناء العضلي بتاعك، لان في ناس كتير جدا مفكره ان الكارديو ده هو حاجه عدوه للعضلات. وخلينا زي ما احنا متفقين ان اي حاجه هنستخدمها بعدم توازن او هنستخدمها بطريقه غلط اكيد هتضرنا. كذلك الكارديو لو انت زودت فيه زياده عن اللازم، او انت ما نفذتهوش بطريقه بسيطه، فساعتها ممكن تكون الاضرار بتاعته اكتر من المنافع بتاعته. انا شخصيا جربت وتعلمت وعرفت ان التوازن بين تمارين الكارديو وتمرين المقاومة هو السر في ان انت تقدر توصل لجسم شكله كويس. وكل واحد فينا جسمه مختلف، فانت لازم تجرب وتشوف الانسب ليك. وانت ممكن تجرب ده على نفسك بان انت وانت بتتمرن تحاول تحط كارديو لنفسك، وتبدأ تزود واحدة واحدة لحد ما تعرف ايه هي الكمية الكارديو اللي هي الانسب ليك. وفي الاخر يا جماعة خلينا متفقين ان الكارديو لو اتعمل بشكل مناسب وصح، ساعتها مش هيؤدي ان هو يعمل هدم للعضلات، بل بالعكس دي حاجة هتساعدك في تحسين الصحة العامة وتحسين اللياقة بتاعتك. واهم حاجة ان احنا نكون منظمين وندي لجسمنا الاكل الصح والراحة الصح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدونا لايك وتشتركوا في القناة، واكتبوا في الكومنتات ايه الحاجات اللي هي واجهتكم وايه المواضيع اللي انا محتاجين ان انا اتكلم فيها اكتر. وللتدريب الاونلاين انتوا ممكن تبعتولي على الواتساب او الفيسبوك او الانستجرام، وتعرفوا تفاصيل المتابعة الاونلاين. وفي اخر الفيديو اشوفكم في حلقة جديدة.